عنه فوق، وتاني واحد اللي هو الايميل هقول لك برده في الاخر شكل الامتحان عامل ازاي وبتحل ايه وبتمشي ازاي، هقول لك كل الكلام ده، ما تقلقش ان شاء الله تخلص الحصه دي وانت برنس. هتقول الامتحان الايطالي دلوقتي، تمام؟ هتجيب الايطالي في شوال، خلاص موضوع خلصان، تمام؟ هنيجي نقول بقى سؤال الايميل. في ناس كتير قوي ما بتعرفش تحل سؤال الايميل ده، تمام؟ او الاس ام اس، الايميل او بيسموه الاس ام اس، شوف انت بيسموه عندك ايه، ولكن هو ليه سؤالين عادي، تمام؟ طيب بيجي عامل ازاي؟ سؤالين في الامتحان، سؤالين بس في الامتحان، بكام درجه؟ بدرجتين، تمام؟ سؤالين بيجي لك بدرجتين. طيب اول حاجه لازم تعرفها ان السؤالين اللي بيجوا لك دول، السؤالين اللي بيجوا لك بيتكون كل سؤال من ايه؟ ما انت السؤال برضه لازم تعرف، لو انت واحد دلوقتي بتتفرج عليا جديد ما انت ممكن مش تعرف حاجه خالص. ايه سؤال الايميل ده اصلا؟ تمام؟ ده عباره عن سؤالين. طب واحد يجي يسالني السؤالين دول بيبقوا عباره عن ايه؟ عاديين جدا، سؤال عادي، يعني مثلا يقول لك ايه؟ اين تسكن؟ اين تعيش؟ ما اسمك؟ اسمه ايه؟ تمام؟ في اي ساعه هنروح المدرسه؟ في اي ساعه نذهب الى السينما؟ الحاجات زي ديت سهله جدا جدا جدا، يعني مش بيسالك على اسئله على حاجه معينه، لا بيسالك اسئله تقليديه جدا، هي عباره عن يعني شخص باعت رساله لايه او ايميل لايه؟ لشخص، تمام؟ فبيسالوا اسمك، عنوانك، الحاجات اللي زي ديت، بتروح امتى السينما، ايه الماده اللي انت بتفضلها، وهنشوف مع بعض. طيب بيبقى بيكون من كل سؤال من اداه استفهام وفعل. ركز معايا وانا هقول لك برضو تعمل ايه كويس جدا، ركز معايا. اداه استفهام وايه؟ وفعل. طيب اداه الاستفهام والفعل عايزين نشوف كل واحده بتعامل معاهم ازاي. بص انا جايب لك هنا ايه؟ اداه الاستفهام وبترد عليها ازاي، والفعل برضو هاجي معاك اهو، دي الفعل في السؤال ودي الفعل في الاجابه، يعني انا مش سايبك، معاك وهقول لك برضو ايه اهم الحاجات، ماشي؟ بص كده، اول حاجه لازم تبقى عارف اداه الاستفهام. ده طبعا اداه الاستفهام يعني ده السؤال، خلي بالك من كده، اداه الاستفهام يعني ده ايه؟ السؤال. الرد عليها ده الاجابه، يعني ده اللي انا هكتبه اهو، ماشي؟ زي ما انت شايف كده بالظبط. طيب اما اجي بعد كده اقول لك ايه؟ نشوف بقى ايه ادوات الاستفهام اللي علينا اصلا. بص بقى ادوات الاستفهام. دوفي، يعني ايه دوفي؟ يعني اين. اول ما تلاقي دوفي حط حاجه من الاثنين، انشنترو او اروما. طب يعني ايه انشنترو؟ معناها في وسط البلد، اكتب وترجم اللي انت مش عارفه، تمام؟ اروما يعني في روما، تمام؟ يبقى انا لقيت دوفي هتحط انشنترو او اروما. طيب بعد كده عندنا دي دوفي. دي دوفي يعني ايه؟ من اين؟ دي دوفي، تمام؟ من اين هتقول لي ايه؟ دي روما. بس بص هو موضوع بسيط، هتلاقي دوفي اختار ايه؟ انشنترو او اروما. هتلاقي دي دوفي تختار ايه؟ دي روما، او مش تختار، هتكتبها، انت بتكتب، تمام؟ طب واحد يجي يسالني مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك ان انت ده تبقى عارفه بالشكل او تبقى كاتبه كتابه مثلا ايه عشان يثبت معاك، بس ده هو ده المهم بالنسبه لي، لان ده اللي هو اللي انا ايه هكتبه، ماشي؟ طب لقيت كون كي مع من؟ كون كي يعني ايه كون كي؟ مع من؟ هتقول لي كون لي اميتشي، وانا برضو مترجم لك اهو، تمام؟ يعني ايه كل اميتشي؟ يعني مع الاصدقاء. كل اميتشي يعني ايه؟ مع الاصدقاء. طيب بعد كده عندنا هنا ايه؟ كومي. كومي يعني ايه؟ كيف، تمام؟ كومي يعني ايه؟ يعني كيف. طيب كومي ديت ليها برضو حاجات معينه وبرضو هكلمك عليها. كومي معناها كيف، بتجاوب بصفه، بيلو، تمام؟ او بيلي او بيلا او بيل على حسب، وهوريك برضو في الاسئله ازاي بترد على كومي، تمام؟ كومي يعني كيف، تمام؟ كومي ديت بص كده، تعالى كده معايا كومي، تمام؟ خلي بالك منها كويس جدا، لان كومي ديت اعمل لك لها تفريعتين كده. لو جه بعد منها اسر، وهعرفك ايه اسر قدام شويه، اسر، تمام؟ اسر اللي هو معناه يكون، تمام؟ تحط صفه. لو جه اسر هتحط ايه؟ صفه. لو جه ايه يعني كومي بعد منها اسر اللي هو ايه؟ اسر هتشوفه معايا، هتشوفه معايا لسه هناخده في الجراماتيكا، تمام؟ اما تلاقيه هتعمل ايه؟ هتروح حاطط لي ايه؟ بيلو، بيلي، بيلا على حسب. يعني هو بيقول لك كيف، مثلا كوم الى سكولا، وهتشوفوا دلوقتي في اسئله تحت، يعني كيف تكون مدرستك؟ هتقول لي مدرسه مؤنثه فانت تختار بيلا، جميله، تمام؟ كومي سونو اي كومباني، يعني كيف يكون الاصدقاء؟ هتقول له ايه مثلا؟ الاصدقاء جمع مذكر فانت تختار ايه؟ بيلي، ماشي؟ هفهمك اكتر، لو انت حاسس ان انت مش فاهم مع الحل الموضوع يظبط معاك. طيب لو جه بعد كومي، ولكن دي ما تجيش قوي، تمام؟ انا برضو بنبهك ليها، ودي برضو كنت شارحها في فيديوهات موجوده على القناه، تمام؟ على اليوتيوب. هتلاقي ايه؟ كومي لو جه بعد منها، تمام، اي فعل، كومي لو جه بعد منها اي فعل تاني غير اسر اللي هو يكون. كان ايه اسر؟ اللي هو صونو، سي ايه. بص برضو انا هحطها لك بعد منها كومي دي زائد صونو، تمام؟ صونو
او say او ايه مثلا كده say اهو ده الفعل تمام. هتحط بيلو او بيلي او بيلا او بيلي تمام اهو كده على حسب بقى ايه الاسم اللي جايلك. ما هو كيف ده تكون ايه؟ الولد يبقى ده مفرد مذكر، البنت مفرد مؤنث وهكذا. هفهمك برضو الموضوع اكتر في ايه في الحل. طيب بعد كده ايه اي فعل طبعا لو جالك هتحط ايه وسيله مواصلات. ازاي يعني ايه وسيله مواصلات؟ يعني مثلا يقول لك ايه كومي تمام اندا او مثلا كومي مثلا فاي اسكولا كيف تذهب للمدرسه. هتقول له ايه جميله بيلو خلي بالك معناها جميل مش هينفع ما ينفعش. بس الاغلب بالنسبه لك انت كسنه اولى ان هو يجيبها لك كصفه ماشي ان هو يجيبها لك ايه كصفه. طيب بعد كده كوانتي اني كوانتي اني يعني كام؟ كوانتي اني يعني كم عمرك؟ كوانتي اني تمام كوانتي اني يعني كم سنه. كوانتي اني اي احط لك بعد منها اي كده الفعل وهنشوفه برده مع بعض اي تمام يعني كم عمرك. كوانتي اني وهتدينه في المواقف فوق تمام. هتقول لي ايه كوين ديتشي مثلا او ايه كوين ديتشي اني 15 سنه. هو ما يجي يسالك كده كوانتي معناها لوحدها كم تمام. دي اكتر حاجه تجي لك كوانتي اني تمام يعني كم سنه تقول لي ايه كوين ديتشي اني ماشي. طيب بعد كده عندنا إيه كوالي ماتيريا. كوالي ماتيريا يعني اي ماده دراسيه. كوالي ماتيريا يعني ايه اي ماده دراسيه. هتجاوب بايه؟ مثلا الايطاليانو يعني الايطالي، لا ستوريا يعني التاريخ اهو. تختار اي حاجه انت بقى اللي بتكتب يا تختار دي يا تختار دي براحتك. طيب كون كوالي ميتزو. كون كوالي ميتزو يعني ايه كون كوالي ميتزو؟ باي وسيله مواصلات. كون كوالي ميتزو يعني ايه كون كوالي ميتزو؟ باي وسيله مواصلات. هتقول لي مثلا ايه ان تاكسي او ممكن تقول ايه ان ترينو ولكن يفضل ان انت تكتب ان تاكسي. هي اللي هتنفع مع كله. تاكسي تنفع مع كله، ترينو يعني القطار ماشي. طيب بعد كده عندنا هنا ايه كي معناها ايه من. دي اهم اداه استفهام اهم حاجات عندنا في المنهج. كي معناها ايه من بتحط اسم شخص باولو او ايه او كيارا. طيب بعد كده عندنا كي كوزا دي ملهاش ايه ملهاش اجابه محدده وهقول لك ازاي برضو تجاوب عليها. كي كوزا معناها ايه ماذا. كي كوزا يعني ماذا وهقول لك برضو سؤال مهم ليها جدا او ممكن تبقى كوزا. يبقى هنا كي كوزا معناها ايه ماذا او ممكن تبقى كوزا برضو ايه تنفع تمام. طيب بتجاوب عليها حسب معنى السؤال وهقول لك ازاي بتجاوب حسب معنى السؤال. طيب بعد كده عندنا اكي اورا معناها ايه في اي ساعه. اكي اورا معناها ايه في اي ساعه. تحط ال تمام زائد اي رقم تمام بس ما عدا الواحد عشان الواحد بياخد ال ابوستروف اهو تمام. فانت تحط ال واي رقم ال سي ال ديتشي ال اوتو ال نوفي اي رقم وعادي ان انت تكتبه رقم زي ما هو. يبقى امتى اكي اورا بتجاوب عليها ال زائد ايه زائد رقم. طيب بعد كده عندنا كواندو معناها ايه متى. كواندو معناها متى نفس الكلام برضو تحط ال زائد ايه زائد رقم. يعني الاثنين دول زي بعض ماشي. الاثنين دول ايه زي بعض اهو اكي اورا وايه وكواندو الاثنين زي بعض في ايه في الرد. طيب بص برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن تجي لك كيلافورو يعني ايه ماذا تعمل. كيلافورو يبقى لازم تحط ايه لازم تحط ايه وظيفه. الدوتوري او مثلا ممكن تقول لي ايه البروفيسوري. الدوتوري او ممكن تقول لي ايه البروفيسوري ماشي عشان الموضوع يبقى ماشي معاك كويس جدا 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 ماشي. ادي كده خلصنا ادوات الاستفهام. طبعا انت بقى المفروض ان انت بتذاكر تمام. تقعد بقى ايه بعد ما تخلص او انت مثلا ممكن توقف الفيديو تذاكر دول كويس بعد ما قلناهم وبعد كده تخش على ايه تخش على الفعل ماشي. طيب اتعب شويه عشان ربنا يكرمك اتعب. طيب الفعل طبعا الفعل بقى بتعامل معاه ازاي النهايات تمام. يعني الفعل نهايته او بتحوله اي تخليه او. انت هتلاقي النهايه اي تخليه او. لو لقيت اخره اتي ايتي ايتي حوله خليه ايامو. طب ازاي انا مش فاهم هفهمك دلوقتي اصبر عليا بس هفهمك كل حاجه ان شاء الله. طيب لو لقيت الفعل اخره او اي نزله او اي زي ما هو غيرش اي حاجه. طب لو لقيته ايامو نزله ايامو. دي نهايه الفعل. طيب بعد كده اما اجي اقول لك ايه بص كده الافعال الشاذه اللي هو اس. لو لقيت سي حوله خليه سونو. لو لقيت سي حوله خليه سونو. لو لقيت ايه حوله خليه ايه زي ما هو ماشي. طب لو سونو خليه سونو تمام. ده فعل اسر ده اسر. يعني ايه اسر اللي هو يكون تمام. سي تحولها خليها سونو. ايه خليها ايه زي ما هي. طيب لو لقيت بعد كده سونو بتخليها سونو. طب بخش على بقى كده فعل افيري. بعد كده فعل افيري الاي
تتحول تبقى او، الاي تتحول تبقى او. طيب تنزل زي ما هي. بص اول اتنين بس او اول واحده دي بس، خد اللي انا كاتبهم لك ده بس ما تجيبش اي حاجه تانية ان شاء الله مش هيطلع منهم. تنزل فاي. بص هي الاي بتحاول تبقى او بس ده افعال شاذه، دي ايه؟ افعال شاذه. ماشي. طيب سيكياما بتنزل سيكياما زي ما هي اهو. طيب تيكيامي، تي خليها مي والفعل اخره اي تنزله او بس. خلاص الموضوع خلص ما فيهوش اي حاجه. ماشي. طيب انا بقى لما باجي بحل خلي بالك برضو في معلومه مهمه جدا كاتبها لك اهي. لو ما بداش السؤال باداه استفهام، وهوريك برضو ازاي الحل هيبين كل حاجه. لو ما بداش السؤال باداه استفهام تعمل ايه؟ الاجابه تكون سي تشيرتو. سي تشيرتو يعني بالتاكيد، نعم بالتاكيد. سي تشيرتو يعني نعم بالتاكيد. بس الموضوع بسيط جدا جدا جدا. ماشي. طيب بص بقى بعد كده انا بقى بحل ازاي. بتحل ازاي؟ بص السؤال يجي لك ازاي. السؤال يجي لك كده بالظبط، وهوريك برضه الاسئله اهي. ده الشكل كده يجي لك في الامتحان. تمام. دوفي ابيتي او دي دوفي سي مثلا، او ده سؤال كوميتي كيامي اهو، حاجات زي كده. انا بقى بحل ازاي؟ بص موضح لك كل حاجه. الفعل ينزل، او دي اداه الاستفهام ودي الفعل، اداه الاستفهام وده الفعل، اداه الاستفهام وده الفعل اهو. طيب تعال نترجم. دوفي ابيتي يعني اين تسكن. اين ايه تسكن. طيب دي دوفي سي من اين، دي دوفي لسه مترجمينها من اين، سي يعني تكون. تمام. هنا بعد كده كوميتي كيامي يعني ما اسمك. كوميتي كيامي يعني ايه؟ ما اسمك اهو. ترجمت لك التلاته. طيب بص كده معايا بقى. تمام. انت قاعد طبعا مركز معايا كويس قوي. طيب الفعل هنا كان اخره اي صح؟ يتحول يبقى ايه؟ يتحول يبقى او صح اهو. شلت بس الحرف الاخير اهو، الاخير بس، وحطيت هنا ايه؟ الاو. تمام. نزلت بقيه الفعل وحطيت الاو. بص الفعل بينزل الاول وبعد كده اداه الاستفهام. دوفي اهو. بص اطلع فوق كده. دوفي كنت قايل لك ايه؟ بص 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 اهو دوفي. تمام. كنت قايل لك ايه في دوفي اهو. تمام اهو كده تبقى ايه الموضوع واضح معانا كويس. ماشي. دوفي قلت لك ان شنترو او اروما. طيب اهو نيجي بقى بعد كده. جاوبت على اداه الفعل بعد كده اداه الاستفهام. ماشي. موضح زي ما موجود عندك في المذكره. طيب سي قلت لك سي بتتحول تبقى سونو. سي تتحول تبقى سونو. طيب دي دوفي اهو. سي اهي. بص اهي فين اهي. سي اهي. سي. انا بص حتى كاتب لك في الورقه فوق عندك ايه. ممكن اصغرها لك شويه عشان تفهم اهو. اهو لو صغرتها لك شويه الموضوع هيبوظ. يبقى خلينا زي ما احنا. تمام اهو. هنعمل ايه؟ سي تتحول تبقى سو. طيب بعد كده عفوا. يبقى زي ما قلت لك سي تتحول تبقى سونو. سي تتحول تبقى سونو. طب دي دوفي. دي دوفي تبقى ايه؟ دي روما. دي دوفي تبقى دي روما. ماشي. دي دوفي تبقى دي روما زي ما موجوده فوق عندنا اهي. لو انت برضو معاك المذكره تبقى شايف دي دوفي فين. دي دوفي اهي. دي دوفي. تمام اهي. دي دوفي كنا بنقول ايه؟ دي روما. خلاص الموضوع خلصان. كوميتي كيامي معناها ايه؟ كوميتي كيامي ما اسمك. هتقول لي مي كيامو وايه وتحط اسم. كوميتي كيامي معناها ما اسمك. خلي بالك دي كلها على بعض كده. كوميتي كيامي على بعض معناها ما اسمك. وانت لو مذاكر الموقف فوق كويس كنت عارف ان كوميتي كيامي معناها ما اسمك. تي كيامي انا قايل لك هي تي كيامي اتحولت ايه؟ لمي كيامو. كومي طبعا هي كلها على بعض كده معناها ما اسمك. هتروح حاطط اسم. تمام. طيب بص كده من ضمن الاسئله المهمه جدا. بص سؤال ايه ممكن اكتبه لك هنا كده اهو، او ممكن اكتبه لك تحت. بص اهو. ايه السؤال المهم؟ يقول لك مثلا ايه؟ كوزا. تمام. كوزا ايه لإيطاليا بيرتي. بيرتي يعني ايه السؤال ده؟ خلي بالك منه. ماشي. كوزا ايه ايطاليا بيرتي يعني ماذا تكون ايطاليا، او ايه ماذا، او اي، او ماذا تكون ايطاليا بالنسبه لك.
يعني ايطاليا بالنسبه لك ايه؟ طيب خد بالك بقى تاني، قلت لك ايه الفعل ايه، تمام؟ بص كده اطلع معايا، لو تيجي تطلع معايا فوق هقول لك ايه اهو، ايه كان بيتحول يبقى ايه اهو، ايه بينزل ايه زي ما هو، صح اهو، هتروح تقول لي ايه، تمام؟ كوزا دي انا جاوبتك عليها وقلت لك ايه ان هي بتكون على حسب معنى السؤال. طيب حسب معنى السؤال ازاي؟ حسب معنى السؤال ازاي؟ طب بص كده معايا، حسب معنى السؤال يعني هنا بيقول لك ماذا تكون ايطاليا بالنسبه لك، دي بتجاوبها ازاي بقى؟ يعني ايطاليا بالنسبه لك ايه؟ هتقول مثلا ايه يعني، او المعنى الصح بتحب ايه في ايطاليا؟ هتقول مثلا لا موضه، لا موضه، تمام؟ ايه مثلا، تمام؟ لا موزيكا، بتحب ايه في ايطاليا؟ الايه؟ الموسيقى، او هو بيحب ايه في في ايطاليا، تمام؟ لا موضه اللي هي الموضه، ايه لا مثلا ايه موزيكا، الموسيقى. ممكن تقولي له سبورت، الرياضه، صح؟ فالموضوع ان شاء الله هيبقى ايه سهل معاك، اهي اسئله بسيطه وبتذاكرها، خلي بالك السؤال ده مهم، تمام؟ طيب تعال نرجع كده مع بعض، تعال نرجع مع بعض كده واقول لك ايه بقى الاسئله بيبقى عامله ازاي، تمام؟ خلي بالك برضو انا كاتب لك اهو ان انت في الامتحان هتعمل ايه، هتحل بس من غير الاسهم دي، ماشي؟ اوعى حد في الامتحان يجي يحل بالاسهم دي. طيب مستر انا عايز اشوف شكل بقى السؤال بحل ازاي بقى، بص بقى كده هو ده الشكل بالظبط، يجيب لك تشاو واسم اهو، ده احنا وصلنا للنقطه المهمه هنا بقى، النقطه المهمه ركز كويس قوي بقى بحل ازاي، تمام؟ تشاو وبعدين كده ايه الاسم، وتحت خالص بتلاقي اسم اهو، تمام؟ طيب اما انا باجي بحل بعمل ايه؟ بتكتب تشاو، صح؟ اهي اول حاجه تشاو، وتكتب الاسم اللي تحت اليسيا اهو. طيب تشاو اليسيا في الاخر خالص، تمام؟ هتروح كاتب ايه؟ هتروح كاتب كيارا، او عندنا هنا ايه كارلا، تمام؟ هنا طبعا هنا بص عشان طبعا برضه تبقى عارف ده السؤال المقالي، فانت ايه هيبقى معاك ورقه طويله طبعا عشان هنا المكان ضيق، فانا كتبتهم جنب ايه يعني على نفس السطر، بس انت طبعا في الامتحان تكتب تشاو والاسم، تمام؟ فوق خالص، بعد منها تحت بتبقى الاجابه، وفي الاخر خالص تحط ايه الاسم اللي فوق، يعني انت بتكتب تشاو وبتبدل الاسامي، يعني لسه كان تحت صح، او هنا عندك تحت انت تروح تخليه ايه في الاجابه عندك فوق. طب كارلا كانت فوق، انت تكتبها تخليها ايه تحت. طيب بص بعد كده بيقول لك هنا ايه، بيديك زي مقدمه، تمام؟ بيقول لك ايه لاميكا دي ايه دي سكول، لاميكا دي ايه دي ستيلا، يعني صديقه ستيلا، تمام؟ اللي هي ايه طبعا ده اسم بنت، تمام؟ صديقه ستيلا ايه بيلا تكون ايه جميله. طيب انا اقول لك ايه كومي سي كياما، كومي سي كياما يعني ايه كومي سي كياما؟ كومي سي كياما يعني اسمها ايه. طيب خلاص بقى احنا بايه ده كده بتبقى ايه زي كوما مثلا، انا بقى بكتب تحت منها، ماشي؟ ما تكتبش جنب منها، انا بس عشان المكان انا بوضح لك اهو، تمام؟ كومي سيكياما، سيكياما بص بص فوق كده قايل لك ايه كومي سيكياما، هتنزل زي ما هي اهي، كومي سيكياما تنزل زي ما هي. طيب هتنزلها زي ما هي، تمام؟ كومي سيكياما، سيكياما، او ممكن بخلي لك لون تاني اهو برضه عشان تبقى واضحه اهو، سي وكياما تنزل زي ما هي، سيكياما، تمام؟ وتحط اي اسم. هو هنا بيسالك على اسمها، خلي بالك شوف هو في كومي سيكيامي دي او كومي سيكياما هو بيسالك على اسم ايه. هنا مثلا اسم إيه عشان هنا في المقدمه بيقول لك ايه لا ميكا دي ستيلا اي بيلا، يعني صديقه ايه ستيلا تكون جميله طبعا، فانت هتروح هتلاقي ايه سيكياما وتحط لي مثلا ايه اسمها ايه مثلا كيارا، ماشي؟ طيب بعد كده دي دوفي سي، دي دوفي ايه يعني من اين تكون، دي دوفي ايه، تمام؟ الايه هتنزل زي ما هي اهي نقطه بعد كل سؤال نقطه ايه تنزل زي ما هي، دوفي دي دوفي دي دوفي يعني من اين، تمام؟ هتقول لي ايه دي روما. خلي بالك عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، انت في امتحان انا بص موضح لك ان هنا ادي ده سؤال ادي اتنين ادي تلاته، لا انت في امتحان تلاقي اتنين بس، في الامتحان هتلاقي ايه اتنين بس، انا محدد لك 3 اسئله صح، انت في الامتحان هتلاقي ايه اتنين بس، انا مزود عشان اشرح لك اكتر، ماشي؟ طيب يبقى تقول لي ايه دي دوفي دي ايه دي روما، تمام؟ والفعل بينزل زي ما هو. طب بعد كده بص كونكي دي اداه الاستفهام وادي الفعل، امسك في الفعل، الفعل لازم ينزل، هتقول لي ايه كونكي تورنا، تمام؟ كونكي المفروض كده بص اهي كونكيتورنا، يعني ايه كونكيتورنا؟ مع من تعود او بترجع مع مين، تمام؟ نقطه كده اهو، تمام؟ هتقول لي ايه تورنا الفعل اخره ايه ينزل زي ما هو يبقى تورنا، عشان قلت لك الفعل اخره ايه بينزل زي ما هو او ايه اهو،
ينزل زي ما هو. تمام اهو قلت لك او ايه بينزل او ايه زي ما هو. طيب نيجي ننزل بعد كده. تمام كونكي كانت معناها ايه كونكي؟ اهو تطلع هتقول لي مع من؟ هتقول لي كل اميتشي. فين اهي كونكي؟ فين كونكي؟ اهي كونكي مع من؟ هتقول لي كون لي اميتشي بس. تروح نازل وكاتبها هتقول لي ايه؟ كون لي اميتشي يعني ايه؟ مع الاصدقاء. كون لي اميتشي يعني مع الاصدقاء. طيب يبقى كده ده خلصت. طبعا انا بقول لك عشان المكان ضيق، انت طبعا يبقى عندك الورقه براحتك، فانت بتكتب الاول تشاو والاسم اللي تحت، وبعد كده بتكتب في الاخر خالص ايه كارلا والاسم ايه تحت، بس من غير اي ايه تغيير اي حاجه. طيب نيجي بعد كده عندنا ايه هنا؟ بعد كده عندي السؤال اللي بعده تشاو وايه ودينو، وتحت خالص ايه باولو. يبقى هتقول لي ايه؟ تشاو تمام باولو، تشاو باولو، وفي الاخر خالص حطيت لي ايه؟ دينو صح؟ اهو دينو. طيب بعد كده هتيجي تقول لي ايه؟ ايو فادو اسكولا ان تاكسي. هو بيقول لك ايه؟ انا بذهب للمدرسه بالتاكسي. قال لك بعد كده ايه تو وانت كون كوالي ميتزو فاي ايه اسكولا، باي وسيله مواصلات تذهب للمدرسه. بص بقى فين الفعل؟ فاي اهو. فاي ده بينزل ايه؟ لو انت بصيت عندك في الورق معاك تمام اهو برضه اوريهولك فاي تمام بينزل ايه؟ فين؟ اهو فاي ينزل ايه؟ فادو ينزل ايه؟ فادو. يبقى فاي هينزل ايه؟ فادو. ادي اول سؤال فاي يبقى فادو. ماشي؟ طيب بعد كده عندنا اداه الاستفهام ايه؟ كون كوالي ميتزو باي وسيله مواصلات ان تاكسي، باي وسيله مواصلات تذهب ان اهو تاكسي. نقطه. ماشي؟ طيب بعد كده السؤال اللي بعده كومي ايه تمام كومي ايه تمام لا توا سكولا. كومي ايه لا توا سكولا يعني ايه كومي ايه لا توا سكولا؟ كيف تكون ايه مدرستك؟ ايه بينزل ايه. ماشي اهو اللي هو ده بينزل ايه؟ كيف تكون مدرستك. كومي قلت لك ايه؟ حط صفه. هنا طبعا المدرسه مؤنثه فانت تقول لي ايه؟ بيلا اهي. كيف تكون مدرستك جميله. شكرا. طب بعد كده دوفي برانزي دي سوليتو اين تمام. بص حتى لو انت مش فاهم المعنى تمام، نفترض دلوقتي مثلا انا مش فاهم المعنى دوفي برانزي دي سوليتو مش فاهم المعنى اهو تمام. هتيجي تقول لي ايه؟ الفعل هنا اخره ايه؟ اي يتحول يبقى او، يبقى اسمها ايه؟ برانزو تمام. ودوفي قلت لك انشنترو او اروما، برانزو انشنترو اهو. جاوبت السؤال تمام، جاوبت السؤال من غير ايه؟ من غير اصلا ما تبقى عارف المعنى. طبعا هنا المعنى بيقول لك ايه؟ اين تتناول الغداء عاده؟ يعني انت اللي هو ايه؟ بتتناول الغداء فين؟ او بالبلدي كده او بطريقتنا بتتغدى ايه؟ بتتغدى فين عاده؟ قلت له ايه؟ برانزو ان شنترو، بتغدى انا تمام ايه؟ في وسط البلد. ماشي اهو موضوع سهل وبسيط جدا. يا ريت في الامتحان برضو تحدد فين السؤالين، يعني اعمل دايرتين على السؤالين عشان ده مهم جدا عشان عينك ما تسرحش. هما سؤالين تشوفهم بالظبط. طيب في مثلا حد يجي يقول لي ايه مثلا لو انت مثلا بتشرح لاول مره او بتتفرج لاول مره هتحس بنوع ما من الايه الصعوبه شويه. ممكن برضو هتلاقي ارقامي موجوده عندك، ممكن تبعت لي على الواتس تمام، اجي ابعت لك فيديو تاني في شرح ده ملخص جدا تمام. يعني اصل ده برضو خلي بالك ده منهج ترم تمام، فلازم انت بتتعب شويه ماشي. فالموضوع ما بيبقاش ايه بالسهوله البالغه دي، لا لازم يبقى ايه في جهد منك شويه. فلو انت برضو حاسس ان في مشكله معاك، او لو انت مثلا مش حاسس ان انت وصلت لنقطه عاليه او ان انت تحل بالشكل ده، في فيديو توضيحي تمام ممكن يفهمك اكتر واكتر تمام. ماشي. طيب نيجي بعد كده لاخر سؤال تشاو اهو كده تشاو، وبعد كده عندنا خالص ايه؟ ماريا. اهو تعالى نمسح ده خلاص، ده اعتقد ان انتوا كتبتوه اهو. ماشي اهو عشان برضو ايه تبقى واضحه معانا كده اهو، نكتب فيها. اما اجي اقول لك ايه؟ تشاو طبعا اهو هنكتب تشاو والاسم اللي تحت تشاو وايه؟ ماريا صح اهو ماريا. طيب تشاو ماريا، وفي الاخر خالص طبعا هنكتب ايه؟ اليسيا اهو. ماشي بدلنا الاسامي. طيب
هنا المقدمه دي المقدمه اللي بتجيلك ان كلاس يعني في الفصل، فيدو مولتي كومباني في الفصل بشوف ايه اصدقاء كتير، نوفي جداد، دي زي مقدمه بتعرفك ان الايميل بيتكلم على ايه. تمام. هيجي بقى بص بعد كده اجي اقول لك ايه، اول سؤال اهو تحدد عليه، تروح عامل دايره كده او اي حاجه تمام عشان تميز لك ده اول سؤال، ادي ده تاني سؤال، ادي ده تالت سؤال. بس خلي بالك من حاجه مهمه قوي، خلي بالك من حاجه مهمه. ايه هي الحاجه المهمه؟ ان انت في الامتحان هيجي لك 2، عشان ما تيجي انت مثلا في الامتحان تيجي تقول ايه ده انا مع المستر كانوا 3، لا هم هتلاقيهم 2 ان شاء الله، هتلاقيهم 2. ماشي. طيب هتيجي اول سؤال دوف، انا عايز بس ايه، عايز اداه الاستفهام والفعل. عايز ايه؟ اداه الاستفهام والفعل، ده اللي انا عايزه، اداه الاستفهام والفعل بس. ماشي. طيب اداه الاستفهام والفعل بتعمل ازاي؟ دوفي تمام ابيتا تمام. انا طبعا بقى هنا ايه مكان فاضي شويه فانا ممكن اكتب ايه من اول السطر، بتعمل زي كوما هنا كده تمام وبتكتب الفعل اخره ايه بينزل زي ما هو، يبقى ايه ابيتا. تمام. دوفي انت بقى عارف خلاص ان شنترا واروما. نقطة اللي بعد منه هتقول كوانتي اني انت طبعا لازم تبقى مذاكر الفعل اللي هو افارق ينزل زي ما هو طيب كوانتي اني يعني ايه كم، ايه كم عمرك. تمام. هتقول له ايه عدد مثلا ايه ان مثلا كوين ديتشي اي رقم او سي ديتشي تمام وتروح حاطط اني. ماشي. وبعد كده ايه نقطة. طب بعد كده عندنا بص بقى الحتة دي حلوة قوي وخلي بالك من الحاجات المهمة دي. تمام. لوي ايه امريكانو هو يكون امريكي. طب ثواني لحد بقى ما يجي يبقى لو انت بعد ما تذاكر تمام هتيجي توصل لنقطة مهمة قوي، تيجي تقول لي اللي هي ايه، انا دلوقتي مفيش اداة استفهام، فين دوفي دي دوفي كونكي اي من الحاجات مفيش صح. انا جايب لك ملحوظة مهمة فوق، قلت لك ايه هي الملحوظة المهمة دي اهي مكتوبة ايه اهي هتلاقيها موجودة هنا. إذا لم يبدأ السؤال بأداة استفهام تكون الإجابة بإيه؟ بسي تشيرتو يعني بالتأكيد. تمام؟ تروح أنت حاطط إيه؟ لوي إيه أمريكانو؟ تمام؟ يعني هو يكون أمريكي، لوي إيه أمريكانو؟ يعني هو يكون أمريكي، هتقول سي تشيرتو، ما تقولش نو، بس أهو سي تشيرتو. سي تشيرتو يعني بالتأكيد، طبعا لسه دي هتكون مكتوبة إيه بقى؟ هتكون مكتوبة إيه؟ تحت. تمام؟ أنا بس بوضح لك، المهم عندي الأسئلة، يبقى أنت لما بتيجي تحل بتعمل إيه يا جماعة؟ بتقول تشاو وبعد كده إيه؟ الاسم اللي تحت وايه ولسه دي بتتكتب فين؟ اللي فوق بتتكتب تحت، وبعد كده بتشوف الثلاث اسامي تشوف فين اداه الاستفهام.